السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يبعث رسالة إلى الرئيس سيلفا كير ميارديت. جهود لحل مشاكل وصيانة خطوط الصرف الصحي بمدينة كرن. إنشاء سد في لبنان بمديرية لوغو عنسبة. في الأنباء العالمية، واشنطن ترسل قاذفات وحاملات طائرات إلى الشرق الأوسط. الاتحاد الأوروبي يلوح بخطة قوية جاهزة ردا على رسوم ترامب. فرار أكثر من 500 سجين في هايتي بعد هجوم شنته عصابات مسلحة. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. سلم وفد إريتريا برئاسة مستشار الرئيس السيد يمان جبرآب رسالة من الرئيس إسياس أفورقي إلى رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير ميارديت اليوم الأربعاء 2 أبريل. تتعلق رسالة الرئيس إسياس أفورقي التأكيد على العلاقات المتينة الطويلة بين الشعبي وحكومتي إريتريا وجنوب السودان، ومقترح للدفع بالتعاون الثنائي عبر برامج ملموسة والتعاون لإحلال السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي ودول المنطقة. وشكر الرئيس سيلفا كير ميارديت رسالة الرئيس إسياس أفورقي الآنية، مؤكدا تقارب وجهات النظر بين إريتريا وجنوب السودان. عقد الشباب الإريتريون المقيمون في سويسرا منتدى في 29 من مارس في مدينة لوغانو بهدف توسيع وتعزيز التنظيم. وقال القائم بعمل السفارة الإريترية في سويسرا ومندوب إريتريا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف السيد هابتومر آيا في السيمينار الذي عقده للمشاركين في المنتدى حول الأوضاع في البلاد والمنطقة، قال: يتوجب علينا السير إلى الهدف المنشود بتقوية الصفوف والتنظيم والحفاظ على القيم والهوية الوطنية والتصدي والتنمية. من جانبه دعا مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية سيد تولدي يوهانس الشباب على رفع وعيهم وتعزيز منظماتهم للمساهمة في تنمية البلاد. وفي الختام قدم رئيس منظمة الشباب في سويسرا الشاب إلشاداي مسفن توضيحا بشأن أهداف ومهام وهيكل فرعهم. من جانبهم دعا المشاركون إلى استمرارية الندوات واللقاءات المماثلة، وأكدوا مجددا استعدادهم لمزيد من التصدي. تخللت المناسبة حفلا فنيا قدمه مطربون وموسيقيون مخضرمون قادمون من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد. تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية صيانة خطوط الصرف الصحي المصحوبة بالآليات لمدينة كرن التي استغرقت حوالي 3 أشهر بكلفة بلغت 3 ملايين نقفة. وأوضح مدير مدينة كرن السيد رزان رأيا أن العمل الذي يتم إجراؤه ضمن جهود يعتمد على دراسة مطولة ومسح شامل تماشيا بموقع المدينة لربط شبكة الصرف الصحي شاملة لكل أنحاء المدينة. وأضاف أنه تم التعرف والانتهاء من مد الخطوط في الأماكن التي تواجه تحديات مرورا بالأحياء السكنية لتوجيه الخطوط نحو الشبكة المركزية في المرحلة الأولى من المشروع. وأشار السيد رزانة إلى مشاركة نحو 4000 شخص من موظفي المؤسسات الحكومية والأهالي ومنتسبي قوات الدفاع وموظفي شركة سجن للبناء في أعمال المشروع بتنظيم حملات نفير أثناء التنفيذ. وذكر السيد رزانة قائلا: يجب وجود نظام صرف صحي متكامل للمحافظة على نظافة المدينة، موضحا أن الصرف الصحي والمخلفات المحلية للمنازل والمحلات التجارية من أكثر السلبيات لسلوك المجتمعات التي تؤدي إلى الإخلال البيئي. كما ناشد الجهات المعنية لسد نقص المخلفات وشاحنات لم القمامة المتهالكة التي ظلت مدينة كرن تعاني منها. وأشاد السيد رزانة بتعاون ومساهمة المشاركين في المشروع متمنيا التوفيق والإنجاز. يتم إنشاء سد في ضاحية لبان بمبادرة يقوم بها أهالي مديرية لوغو عنسبة. وأوضح مدير ضاحية لبان السيد تسفاي كستة ومسؤولة وحدة التنمية الاقتصادية بالمديرية السيدة إلسا رؤسوم أن السد الذي يتم إنشاؤه في أخيتا يهدف إلى حل مشكلة نقص توفر المياه للشرب ورعي الماشية.
وأضاف قائد المشروع المهندس تمسكن بويتؤوم أنه ستصل قياسات السد عند انتهاء أعمال الإنشاء على طول 13 مترا و11 مترا بالعرض، وأنه سيكون من الممكن تخزين حوالي 500 متر مكعب من المياه، مذكرا المواطنين للاجتهاد في مواصلة الدعم والدفع بأعمال المشروع حتى الانتهاء منه. وأشار مدير مديرية اللوغو عنسبة السيد إبراهام الذي وضع حجر الأساس عند بدء المشروع إلى أن الأعمال التنموية التي تضم إنشاء هذا السد ضمن سبل تخزين المياه مكنت حوالي 80% من سكان المديرية للتمتع بخدمات توفير مياه صالحة للشرب، وأن من المنشود إنشاء سدين جديدين في كولكو وتلاليه في المستقبل القريب. وذكر خبير الحفاظ على المياه والتربة سيد تدرس محرة آب وأنه شهد جهدا متضافرا جديرا بالثناء مماثلا بالجهد الذي شهدته أعمال إنشاء سد مغركع. أوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في مديرية أفعبت السيد إدريس عثمان تنفيذ برامج واسعة لتعزيز قدرة المزارعين على زراعة الخضر والفواكه وأنشطة حفظ المياه. وقال إن تنمية الخضر بدأ بإدارة ضاحيات قمجوا وهكانو وكبكب، وتطور بسبب الخبرة المتراكمة والتدريب والسيمينارات التي قدمها خبراء زراعيون. وذكر أن السدود التي أقامها الأهالي وقوات الدفاع ومشروع عدهلو في إدارة ضواحي مهداف وأيداب وأسقاق وشاباي مندر تساهم في ضمان تأمين مياه الشرب للأهالي والماشية. وأشاد بالوحدات المشاركة في العمل خاصة مشروع عدهلو والفرقتين العسكريتين 30 و31 والسكان، قائلا إن العمل الذي يتم بإقامة الصهاريج لضمان سلامة مياه الشرب سيستمر لعدم كفايته مقارنة مع عدد السكان. وأكد مسؤول تنمية المياه في مدينة أفعبت السيد برخت قبرهوت وآرون مولو برهان من شركة عدهلو على تنفيذ 50% من أعمال مد المياه الصالحة إلى محطات التوزيع. من جهتهم ذكر السكان أنهم كانوا يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للحصول على مياه الشرب، وأكدوا أنهم سيقومون بدورهم لاستكمال العمل. اختتمت المدرسة الداخلية للمرحلة الثانوية التابعة لقيادة قوات الدفاع الوسطى في العلا أنشطتها الأكاديمية للعام الدراسي 2024 و25 في الأول من إبريل. وأوضح مسؤول قائد إدارة القيادة الوسطى المقدم تدروس تشومه ومسؤول المدرسة الأستاذ سولومون قبر مسكال في كلمتهما خلال الحفل الذي حضره قائد القيادة الوسطى العميد تخلي كفلاي أن المدرسة استقبلت 328 جنديا من مختلف الوحدات لتعليم المرحلة الثانوية، وأن نسبة النجاح بلغت نحو 94%. وأشار ممثل الطلاب إلى أن البنية التحتية المتكاملة للمدرسة والظروف المعيشية المتوفرة مكنتهم من متابعة تعليمهم بشكل صحيح، موصيا الجنود للاستفادة من الفرص التي أتيحت لهم. وفي الختام شكر قائد القيادة الوسطى العميد تخلك فلاي الجهات التي ساهمت في بناء المدرسة، وحث على بذل جهود جادة لضمان مشاركة المرأة مستقبلا. تعد المدرسة الداخلية الثانوية التابعة للقيادة الوسطى إحدى المدارس التي شاركت في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية للعام الدراسي 2024 و25. نظمت جمعية المرافق الخدمية السياحية بالإقليم الجنوبي سيمينارا حول الأخلاقيات والواجب لتقديم الخدمات الموجب اتباعها في عملهم. وأوضح مسؤول فرع الجمعية السيد سلمون فقادو ضرورة اتباع مقدمي الخدمات السياحية المبادئ التوجيهية والقوانين التجارية لتقديم خدمات مرضية لعملائهم، مناشدا إياهم مكافحة زيادة الأسعار الغير مبررة التي يشهدها القطاع من حين إلى آخر. وذكر السيد سلمون أنه يجب تحرير عقود عمل بين أصحاب العمل والموظفين وأن تتم وفقا لقانون العمل. وقالت مديرة الشؤون المالية السيدة رمانة محمد في التقرير الذي قدمته لأنشطة الأعوام الثلاث الماضية إن النمو المنشود لم يتم تسجيله، مناشدة الأعضاء للمساهمة في رفع دخل الجمعية وجعلها فعالة لتلعب دورها المؤثر. وطالب المشاركون من جانبهم بإيجاد حلول لتأخر توزيع المشروبات المنتجة محليا كونه يؤثر سلبا على نشاطهم وعدم تلبية طلبات الزبائن. تضم جمعية مرافق الخدمات السياحية في الإقليم الجنوبي 49 عضوا بمديرية سجنيتي. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية.
على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إرسال حاملة طائرات ونشر طائرات حربية إضافية لتعزيز الأصول البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط وسط حملة قصف في اليمن وتصاعد التوتر مع إيران. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إن حاملة الطائرات كارل فينسون ستنضم إلى حاملة الطائرات هاري إس ترومان من أجل مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي وردع أي عدوان وحماية التدفق الحر للتجارة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الحوثيون في الأسابيع الماضية مسؤوليتهم عن هجمات قالوا إنها استهدفت حاملة الطائرات هاري إس ترومان في البحر الأحمر. لكن واشنطن التي تشن منذ أسابيع غارات ضد الحوثيين في اليمن لم تؤكد وقوع هجمات على حاملاتها. من جانب آخر، أوضح المتحدث باسم البنتاغون أن وزير الدفاع بيت هيكسن أمر بنشر أسراب إضافية وأصول جوية أخرى في المنطقة من شأنها أن تعزز قدراتنا في الدعم الجوي الدفاعي. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون لاين إن الاتحاد الأوروبي لديه خطة قوية للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت وستفرض، لكنه سيفضل التفاوض للتوصل إلى حل. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم في مارس الماضي، وزادت الرسوم المفروضة على السيارات وهي خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس. وأبدت فون لاين تفهما لمنطق الولايات المتحدة بشأن استفادة دول أخرى من قواعد التجارة العالمية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني من تبعات ذلك أيضا. كما قالت إنها تتفهم رغبة الولايات المتحدة في إنعاش التصنيع لديها، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يريد ذلك أيضا. لكنها قالت إن الرسوم الجمركية الأمريكية بمنزلة ضرائب على المستهلكين الأمريكيين، وستؤجج التضخم وستجبر المصانع الأمريكية على دفع مزيد من الأموال للحصول على المكونات، مما سيؤدي لخسارة الوظائف. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يبعث رسالة إلى الرئيس سيلفا كير ميارديت. جهود لحل مشاكل وصيانة خطوط الصرف الصحي بمدينة كران. إنشاء سد في لبنان بمديرية لوغو عن 7. في الأنباء العالمية، واشنطن ترسل قاذفات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط. الاتحاد الأوروبي يلوح بخطة قوية جاهزة ردا على رسوم ترامب. فرار أكثر من 500 سجين في هايتي بعد هجوم شنته عصابات مسلحة. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله.